ازيكم يا احلى باشمهندسين من قناة سنتكس لاب. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض المسألة اللي ظاهرة قدامكم دي. في المسألة باختصار بيقول create function that takes an array of numbers between 1 and 10. يعني بيقول لك انت هتعمل function دي هتاخد array منك. الاري دي فيها ارقام من 1 ل 10، لكن الاري دي او الارقام دي ناقصة رقم، والفانكشن دي دورها انها return the missing number او دورها انها ترجع الرقم المفقود. زي تعالى بص في الامثله اللي هنا، عندي array فيها 1 و2 و3 4، هنا في 5 ومش كاتبها فالarray هطلع لي 5. كاتب لك تحت خد بالك ان الarray دي ممكن تكون unstored او not in order، يعني مش مرتبه. بيقول لك ان only one number will be missing، يعني رقم واحد بس هو اللي هيبقى مفقود. السؤال ده احنا هنشرحه الاول، بعد كده ندخل على كواد ونحله ونكتب الكود بتاعه. دلوقتي أنا لو عندي رياضيا يعني أرقام 1 زائد 2 زائد 3 زائد 10، يعني كل الأرقام من 1 لغاية 10 بحسبة بسيطة على الآلة كده هتلاقيها ب55. تمام. لو في رقم من الأرقام دي مفقودة أو ما جمعتهاش مثلا، مش هيطرح من ال55. يعني مثلا خلينا نكتب نفس اللي احنا كتبناه فوق وتعالى بلون تاني كده، نكتب 1 زائد 2 زائد 3 زائد لغاية 9، ما كتبتش هكتب 10. لو جيت جمعت دول على الآلة هيطلعوا ب45. بطرف عينك كده لو لقيت إن أنت طرحت ال55 ناقص ال45 هتطلع لك 10، أو هيطلع لك الناتج المفقود أو الرقم المفقود يعني من مجموع الأرقام. طيب دي إزاي بقى تتنفذ في الكود؟ إن شاء الله في الفيديو ده هنحل السؤال بلغة الجافا، والفيديو جاي هنحله بلغة السي شارب اللي هينزل بعدها على طول. بس يلا نبدأ نكتب الكود. كان بيقول لي في أول حاجة إن إحنا نكريت فانكشن فيها static integer وint ونسميها أي اسم missing num مثلا، نعمل قوسين تو براكت، يبقى أنت كده عملت الفانكشن. طبعا الايرور ده ظهر إن أنت معملتش return لحاجة، كتبت return 0 فهتلاقي إن الايرور ده اختفى. طب العلامة الصفر دي ليه؟ لأن أنت ما استخدمتش الفانكشن دي في أي حاجة. نمسح return بعد ما يكتب الأكواد كده هنعمل ريتيرن للقيمة النهائية. دلوقتي احنا عندنا حاجتين، المين اري ودي المجموعها 55، ودي اللي احنا هنطرح منها الاري بتاعي. انا المين اري مش محتاج منها غير حاجة واحدة بس، اللي هو التوتال بتاع اللي هو 55. خلاص يبقى هعمل متغير اسميه مثلا توتال واديله فاليو ب55. بعد كده انا محتاج استقبل الاري التانية من المين مش من الفانكشن نفسها، يبقى هننزل تحت عند المين نعمل الاري التانية. يبقى انت نعرف انها array ونسميها، انا هسميها arr، نديها value 1 لغاية 9، نمسح 10 سيمي كولن. انا دلوقتي دي الاري دي انا محتاج امررها للفانكشن اللي فوق دي. نعمل كده ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها بارامتر. لو حضرتك مش فاهم يعني ايه بارامتر، او اللي انا هقوله ده ما فهمتش منه يعني ايه بارامتر، ولا تقلق، كده هيبقى ليه فيديو كامل هشرح ان ايه في بارامتر. تيجي ما بين القوسين دول وتكتب البارامتر بتاعك. البارامتر كأنك بتعرف متغير أو array أو أي حاجة، وهتسميها أي اسم. أنا هسميها يا عم إكس. تمام. وننزل تحت وهنده على الميثود اللي فوق وأحط جواها ال ARR. طيب أنا كده عملت إيه؟ وأقول لك طبعا الإيرور ده ظاهر بسبب السيميكولون. دلوقتي كل اللي أنا عملته إن الأري دي مررتها للفانكشن اللي فوق، فبقت الأري دي اسمها فوق إكس.
يعني لما هاجي استعمل الاري دي فوق في الفانكشن هندهلها باكس، والاي ار ار دي بقى انساها خلاص. دلوقتي هنا ناقص حاجة واحدة بس بسيطة، لأن احنا عايزين نطبع الرقم اللي هيجيلنا، فما تنساش السي اوت وتحط جواها اسم الفانكشن بالبارامتر بتاعته أو بالفاليو بتاعته. وكده يبقى شغل المين خلص. تعالى بقى نطلع لشغل الفانكشن، وده كل حاجة. دلوقتي انت توتال ب55. احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نجمع الفاليوز اللي جوه الاري ونطرحهم من التوتال بس. دلوقتي عايز اجمع الفاليوز اللي جوه الاري، هعمل فور واقول له انت اي بصفر، الاي اصغر من الاكس دوت لينس الاندكس بتاع الاري، والاي بلس بلس في كل لفه. نعمل تو براكتس بتاعي. هنا في مشكله، انا محتاج متغير يشيل لي المجموع. طيب لو عملت متغير جوه الفور سميته مثلا sum قلت له بصفر مش هيحصل اي مشكله. لو قلت له sum موجب يساوي x i، يعني اجمع لي عليها القيمه بتاعت الاي في كل لفه، فكده برضه مفيش مشكله. تعالى بقى تحت بعد الفور كده نطلع بره الفور، وتعالى نرجع له ريتيرن. المفروض نطرح التوتال ناقص السم، هيديني ايرور. ليه اداني ايرور؟ دي حاجه اسمها سكوب. يعني ايه سكوب؟ شو السمه دي؟ انا عملت لها ديكليريشن جوه الفور، صح كده؟ طالما عملت لها ديكليريشن جوه الفور مش هعرف انده لها بره الفور، ودي حاجه اسمها سكوب. برضه هيبقى ليها فيديو شرح كامل، بس في المطلق ان انت لو عملت حاجه جوه فور او جوه اف عملت لها ديكليريشن جوه ما تقدرش تنده لها بره. طيب حل المشكله دي ايه؟ ان انت تاخد السطر ده كده كت تحط تيجي فوق تعمل له بيست، بس كده الايرور اختفى لان انت عملت له ديكليريشن فوق. وكل لفه هيجمع على الصفر الناتج بتاع الفاليو. يعني اول مره فالناتج واحد فيجمع واحد زائد صفر هيبقى واحد، تاني مره يبقى الاكس الصم دي فيها واحد والفاليو باتنين فهيجمع واحد زائد اتنين تبقى بتلاتة، وهكذا لغاية لما يخلص. بعد ما يخلص هيطرح التوتال 55 دي ناقص الصم الرقم الأخير اللي هو في حالتنا ده اللي هو يبقى 45، اللي هو في الحالة دي الصم هيساوي 45. نعمل رن تلاقي الناتج اللي طلع 10. طيب تعالى نجرب رقم تاني، نكتب 10، هو قايل لي إن رقم واحد بس اللي المفروض أدي 10، ونشيل مثلا 6 ونعمل رن تاني تلاقي الناتج اللي طلع 6. بس ده كان حل السؤال بأبسط طريقة ممكنة بلغة الجافا. إن شاء الله الفيديو الجاي هنحله بلغة السي شارب. وبس أي استفسار هتلاقي رقمنا في الديسكريبشن، تواصل معانا لو عندك أي استفسار. وبس أشوفكم على خير، سلام.